السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا بنات؟ كل سنه وانتم طيبين. يعود عليكم كده يا رب الايام بخير، تفرحوا باولادكم. بصوا يا حبايبي، انا النهارده هعمل جلاش بقى. انا كنت عملته قبل كده معاكم، بس كنت محمره الكنافه، يعني حطها في الفرن كده محمصاها كده وحمرا. فدلوقتي انا هعمل بقى جلاش بالكنافه بيضه. ماشي. ومعايا هنا دي المقادير، معايا لف الجلاش ومعايا كنافه ومعايا دي مكسرات. فول سوداني انا جرشاه كده شويه. عندكم مكسرات حط، ربنا يزيدكم. بص يا حبايبي، ومعايا بقى انا هعمل كده بقى الشربات. انتوا طبعا كلكم ايه عارفين، انا كنت عامله يعني كميه شربات بس خلصت، فانا هحط بقى هنا ايه، هعمل قدامكم كده الشربات. احط المقادير بتاعته واسيبه قبل ما اعمل الجلاش يكون ايه بيتعمل. ماشي. هاخد هنا كوبايتين سكر اهو يا بنات، اهو ادي كوبايه وادي كوبايه. ماشي يا بنات. واخد هنا كوبايه ونص ميه. ماشي. وعملنا بقى ايه عصره ليمونه. انا بقى بحط بقى القشره فيها. ويا بنات بقى ايه معايا هنا، عندكم عسل كلوكاس حطوا، عسل نحل حطوا، ما عندكوش مش مهم يعني، بس ايه بيظبط يعني الايه. انا احط معلقه منه. انا ما قدرتش افتح مش قادره افتح الغطا، فرحت عاملاه كده من فوق. عاوز بقى الجامد انا ما عنديش، الحمد لله. قيمة معلقه كده وخلاص. اهو يا بنات، احنا مش هندهن ولا سمنه ولا اي حاجه خالص، مش هنحط فيه حاجه خالص. احنا هنحط على طول الايه الحشو كده على طول. اهو. ما تكونش بقى احنا حاطينها في الفريزر، لا، كنافه طريه كده حلو. ماشي، يعني مش متفرزه، عشان ايه تبقى حلوه كده معانا. ونحط كده ايه حبه مكسرات. ماشي اهو، المتاح عندك الموجود اهو يا بنات، مش باين. مم. مم. اهو يا بنات، انا حطيت الكنافه وحطيت المكسرات اللي عندك اهي، وتبرمي بقى كده. مم. وبشويش كده وتلفي. اه 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 يا حبايبي، ايه رايكم؟ حلو، سهل وايه اهو. نقطعه بقى، بصوا نقطعه كده حتت بقى ايه زغنطوطه كده. ناخده بقى نرصه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين يا بنات حلو ازاي اهو. تحطوه كده جنب بعضه كده اهو. خلوا الورقه اللي هي من تحت من جوه كده، عشان ايه ما تفتحش مننا. اهي، اعمل معاكم واحده كده كمان عشان انا يعمل دي. اهي يا بنات. ده بقى بيبقى خفيف يعني كده وبقى بدل كله بقى دهون وتغيير. احنا هنحط السمنه عليه بقى في الاخر. انا ما قلتلكوش على مقادير السمنه، لما نخلص نجيب بقى السمنه ونعمله مع بعض، نرشها عليه كده تبقى حلو. انا جربته عند بنتي كان جميل والله، فقلت اعمله معاكم. ماشي.
بس هي كانت هاريه بقى الفرمه السوداني ده جامد. مش عشان ايه السوداني ما يقطعش الجليش. اهو يا بنات سهل والله خالص اهو. وتغيير يعني. ناديها كده فكت وبرميها كده شويه كده جامد. اهو يا بنات. الورقه اللي من في الاخر دي خليها من جوه كده عشان ما تعملش مننا، ما يفتحش. انتوا طبعا عرفتوا الايه الطريقه كده اهي. اهو بصوا يا بنات اهو. انا بقى هكمل الصينيه عشان الوقت وارجع لكم. ودي حبايبي الصينيه بعد ما لفتها، ايه رايكم بقى اهي. ودي معلقه سمنه. عندكم عاوزين يعني تحطوا كوبايه ربع سمنه وتكملوها زيت، بس زيت يكون يضيف ملوش ريحه ماشي. عاوزين عندكم سمنه يعني وعاوزين تحطوا سمنه بس بالظبط. انا حاطه سمنه على زبده بصراحه اهو. بصوا اهو. نعملها بقى كده. تبقى حلوه بقى يا بنات. انا اول مره بصراحه اعملها وشفتها عند بنتي يعني عجبتني، فقلت ايه اعملها معاكم كده تبقى حلوه. انا ما حطيتش سمنه في الصينيه اول ما عملت عشان السمنه كلها تنزل في الارضيه. اهي يا بنات انا سقيت كلها بالسمنه اهي. ايه رايكم بقى اهي. احطها بقى في الفرن تتحمر واطلعها نوريها لكم. ودي يا حبايبي الجلاش بعد ما طلع من الفرن شايفين جميل ازاي اهو. نسقي بقى. انا مبرده الشربات. حطيت عليه حبه فانيليا عشان ما كنتش حطيت انا معاكم اهو. ايه رايكم يا بنات؟ ايه رايكم بقى؟ تحفه. عايزاكم بقى تجربوا بالطريقه بتاعتي دي، وان عجبكم بقى ما تنسوش في اللايك وتدوسوا على زر الجرس وتعملوا اشتراك في القناه اللي يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.